مباراة سابقة بين الفريقين نستطيع أن نقول إنها ترتقي لمباراة فاينل دوري عراقي بعد انتكاسة المباراة الأولى على مستوى الأداء بين الفريقين. كرة القفز أولى الحيازة لمصلحة بيكو، 2 بوينت سريعة جدا، الدخول السريع بأجواء اللقاء عن طريق عنصر الخبرة لاعب منتخبنا الوطني كرار بيكو يسجل نقطتين أولى. كرة بحيازة إلمان ديوب بالهاند اوف مع ذو الفقار، دفاع الجوي بالهجوم، ذو الفقار إلى علي مؤيد، علي إلى ديوب على اللو بوست، ممكن 1 على 1، ديوب نجم الرياض اللبناني سابقا، نقل الكرات علي مؤيد، محاولات ضاعت، ريباوند الدفاعي لمصلحة جورج كينج، كويك شات على الأورك ضاعت على مستوى الثري بوينت للاعب الاتحاد السكندري سابقا جورج كينج. التعاقد الجديد بالنسبة لفريق دجلة الجامعة لم يقدم الأداء المعهود منه إلى غاية الآن. جورج كينج يعاني في ثاني المباريات وباتريك سابا يصلح الأوضاع وينتصر في المباراة السابقة. سلسلة متعادلة بين الفريقين، مباراة تكسير عظام. زيد عادل في صناعة اللعب، نقل الكرات، كينج بعد السكرين على الارك، 3 بوينت ضاعت، 0 من 2 من المسافة البعيدة بالنسبة لجورج كينج الذي لم يدخل أجواء اللقاء إلى غاية الآن ولم يدخل حتى أجواء السلسلة. معاناة كبيرة لهذا اللاعب، أرقام كبيرة لجورج كينج على مستوى بطولة البال التي تقام تحت إشراف ال NBA. نقطتين سريعة لأنتوان سكوت نجم الدفاع الجوي، كرة من أجل الرد، كينج محاولات، بلوك شوت رائع جدا، تتحول الدفاع الجوي أنشط جدا، محاولة جود اسيست، ديوب سلام دانك، ما عنده أي مشكلة هذا اللاعب، 2 10 سنتيم، حلوة لإلمان ديوب، لاعب سنغالي الأصل وإسباني الجنسية، نجم نادي تنريفي هناك في الليغا انديسا في الدوري الإسباني. كرة لدجلة جامعة، محاولات الوصول الأول للفاينل بالنسبة لهذا الفريق. جورج كينج 1 على 1، ممكن سبين موف، كيك دبل اوت، بيكو 3 بوينت ضاعت، جود بوكس اوت من إيهاب، تنظيف المناطق الدفاعية ومن ثم التفكير بالهجوم. علي مؤيد، صافرة تحضر، خطأ لمصلحة علي مؤيد. إسماعيل نضال غانم يتابع أكيد هذه اللقطة الماضية، خطأ حاضر على اللاعب جورج كينج. هذا البلوك شوت، كرة كلين حلوة لإلمان ديوب، نوت إن ماي هاوس على طريقة المحترف الإسباني. بالسلامة للاعب علي مؤيد، يعاني من إصابة إن شاء الله تكون طفيفة. نضال غانم كلاعب لقبين مع الحلة مع الكرخ أيضا ولقبين مع الدفاع الجوي، مسيرة جيدة لنضال غانم كلاعب، أكيد من أفضل صناع الألعاب الذين مروا في تاريخ العراق على مستوى الباسكت بول. نعود لأجواء اللقاء، علي مؤيد ممكن، علي يحاول، كرة بالإنسايد، ديوب القتال على الكرة، جورج كينج يحسم ومن ثم التفكير الهجومي، جورج اكسترا باص، دفاع جيد من فريق الدفاع الجوي، كرة تخرج، تبقى الحيازة مع فريق دجلة الجامعة. هذا هو أنطوان سكوت ديلون، محترف أيضا جيد، أرقام جيدة، استقطب نادي الدفاع الجوي في سلسلة نصف النهائي. كرة من الحد النهائي، زيد عادل، كرة بالإنسايد، محاولات، تيرنوفر جديد مع وجود خطأ، وأشك أن هناك خطأ متعمد. هل هناك تعمد بهذا الخطأ؟ من الواضح أمامنا بالصورة جورج كينج، شاهد، أعتقد الحكام لازم يرجعون لتقنية الIRS لمشاهدة هذه الحالة. إذن ما هو القرار التحكيمي؟ 4-2 النتيجة. دفاع الجوي يتقدم، 7 دقائق 30 ثانية متبقية. نعم خطأ متعمد، سكوت يسجل بنجاح، تبقى له رمية ثانية أيضا.
أنطوان سكوت ديلون 33 عام متر و88 سنتيم، لاعب جامعة كولورادو، أكيد أيضا هو اللاعب القادم من الدوري السعودي، كان يلعب مع الاتحاد. الحيازة تبقى للدفاع الجوي، حامل اللقب يحاول إيهاب، ممكن إيهاب نقل الكرات، علي مؤيد آخر الثواني التصويب، إن أند أوت ضاعت. جود بوكس اوت وريباوند جورج كينج، كرة من أجل تقليص الفارق. شين جيبسون الأفضل في الدوري على مستوى الثلاثيات، محاولات نقل الكرات إلى بيكو على الآرك، يحاول آخر الثواني، محاولات بيكو، زيد عادل، دخول نايس فيك، التصويب، ضاعت النقطتين، ضاعت التصويبة على اللاعب زيد عادل موسى. أيضا زيد عادل هو عاد من إصابة، لكنه قدم مستوى جيد في المباراة الماضية. انتصار لمصلحة دجلة جامعة، تعديل السلسلة، أكيد محاولة تدارك الأمور. أنطوان سكوت درايف، يحاول كيك دبل اوت، شاهد نايس بول موفمنت على الارض. ديوب يحاول، ضاعت الكرة على إيلمان ديوب. حيازة لمن؟ قرار التحكيم يقول الحيازة لمصلحة دجلة جامعة. هذا إيلمان ديوب، شاهد الإعادة، لما نشاهدها أول مرة تحس أن اللاعب رايح على الإسلام دانك، لكن كان هناك دفاع جيد من عبد الله حيدر. كرة لجورج كينج، جورج بيكو اوبن شوت، ممكن على 3 بوينت قصيرة ضاعت، تتحول لمصلحة علي مؤيد، يحاول درايف، ضاعت أيضا. هنا الحيازة، الحيازة تبقى لمصلحة الدفاع الجوي، هذا هو القرار التحكيمي، لكن هناك تصحيح للقرار من الحكم الدولي أحمد علي. هذا عبد الله حيدر، أداء جيد في المباراة السابقة، التعرض لإصابة بعد التحام أسفل السلة. السلامة أكيد لعبد الله حيدر. طلعة هجومية لمصلحة دجلة جامعة حاليا. شين جيبسون لم يظهر إلى غاية الآن. بيكو، جورج، محاولات، شاهد الدفاع من ذو الفقار. جورج كينج بالانسايد، تيرن اوفر جديد، صافرة تحضر، انتقال الحيازة لمصلحة الدفاع الجوي. لحد الآن جورج كينج هذا اللاعب ما لقى نفسه مع هذا الفريق، سجل تهديفي غير جيد، 6 نقاط من مباراتين. لاعب عنده معدل نقاط في الدوري اللبناني 20 نقطة، أيضا عنده سجل جيد في التهديف مع الاتحاد السكندري. كرة بحيازة إيهاب، 1 على 1، محاولات، تصويب 2 بوينت، فرصة الآند وان لمصلحة علي مؤيد. حلوة يا علي، لاعب منتخبنا الوطني، سجل نقطتين، يحصل على فرصة الآند وان. شاهد هذا البادي كونتاكت من بيكو، كرة ناجحة، فرصة الآند وان. نضال غانم، التشجيع حاضر، حامل لقب الدوري، الابن البار لفريق الدفاع الجوي. تصويبة ناجحة من علي مؤيد، قد جاب يا علي، 3 نقاط سريعة لهذا اللاعب، 9-2. هجوم مع دجلة جامعة، جورج كينج، جورج يحاول ستيب اسايد، 2 بوينت، نقطتين أولى لمصلحة جورج كينج. حلوة اللمسة الأخيرة من هذا اللاعب، حلوة الطيران رغم الدفاع القوي، لكن شاهدنا يصوب بطريقة رائعة جدا. كرة تتحول، علي مؤيد ممكن 1 على 1 من جديد، 1 on 1. إيهاب صعب جدا هذا اللاعب، يحصل على الخطأ. ما هو القرار؟ قرار اوفنسيف فاول، نعم خطأ هجومي بإشارة من الحكم الدكتور علي سموم. هذا السبين موف تحسب لي عبد الله حيدر، هذا الدفاع، ارتكاب الخطأ من إيهاب حسن. 9-4. شين جيبسون، شين نقل الكرات، بيكو 2 بوينت ضاعت، عفوا صوب على مستوى المسافة البعيدة.
ايضا كرار بيكو 0 من 2 على الارك الى غايه الان. ارقام جيده لبيكو في المباراه السابقه. ماذا حدث في الحاله الاخيره؟ هل هناك خطا؟ هل هناك دفع؟ مصلحه عبد الله حيدر. كرة لأنطوان سكوت. 27 نقطة في المباراة الأولى. الام في بي المباراة اللي انتصر بها الدفاع الجوي. كرة على 3 بوينت ضاعت. شاهد التكملة، شاهد التحرك، ذو الفقار فاضل. نايس كات. حلو التمركز الأخير. أول 2 بوينت لهذا اللاعب. ممكن الرد. شين جيبسون. شين. جورج كينج من الداون تاون. ضاعت الكرة. شاهد القتال الدفاعي. إيهاب. التحول. الصافرة تحضر. هل الحيازة تبقى لمصلحة الدفاع الجوي؟ 4 دقائق و7 ثواني متبقي على انتهاء زمن الفترة الأولى. تبديل حاضر. خروج بيكو ودخول للاعب شوتينج جارد اسمه حسين جاسم، لاعب يمتلك ستايل رائع. أول روتيشن في المباراة من قبل الكوتش باتريك سابا. كرة بالفاست بريك. شين جيبسون. ممكن يا شين التصويب 2 بوينت لمحترف فريق غزلة الجامعة الأفضل على مستوى الدوري من المسافة البعيدة يسجل. كرة من أجل الرد أيضا. صفرة تحضر. خطأ لمصلحة علي مؤيد. من جديد راح نشاهد علي على خط الرميات الحرة. هذه الإعادة للكرة الأخيرة. خطأ واضح على اللاعب شين جيبسون. أولى الرميات ضاعت. علي مؤيد الرمية الثانية بنجاح. ويا علي 58 من 81 محاولة. هي أرقام هذا اللاعب على مستوى خط الرميات الحرة بنسبة 71%. نسبة متدنية على مستوى خط الرميات الحرة لعلي مؤيد. كرة لزيد عادل. زيد درايف اند كيك. محاولات جيبسون. طلب السكرين. ممكن على الاوبن شوت حسين جاسم. صافرة تحضر. انتقال الحيازة لمصلحة الدفاع الجوي. الاسيست ما كان بطريقة صحيحة. ارتكاب التيرن اوفر. 12-6 النتيجة. إيلمان ديوب. محاولات. ذو الفقار يصوب على 3 بوينت. ضاعت الكرة. إلى الريباوند. كان الفرص. إيهاب. تهدئة الأوضاع. سكوت من الداون تاون. ضاعت على 3 بوينت أيضا. جورج كينج. متى سوف تظهر يا كينج؟ جورج درايف بالبادي كونتاكت. ستيب باك. تصويب 2 بوينت. جورج كينج محترف فريق غزلة الجامعة. 4 نقاط. مستوى مغاير إلى غاية الآن في هذا اللقاء. كرة لإيهاب. يحاول بالإسلام دانك. ضاعت على إيهاب حسن الزهيري. تتحول. حسين جاسم. حسين تهدئة الأوضاع. نقل الكرات. ماذا يحدث؟ هل هناك ضرب متعمد؟ صفرة تحضر. كرة مشتركة ما بين إيهاب وعبد الله. بالسلامة للاعب عبد الله حيدر. شاهد الإصابة على وجه هذا اللاعب أيضا من المباراة السابقة. هل هناك عودة لتقنية الIRS؟ هل هناك شك في هذه الكرة بوجود خطأ متعمد؟ سوف ننتظر القرار التحكيمي. هل اعتبرها الحكم بيرسونال فاول على العموم؟ كرة راح تلعب من الحد النهائي. عبد الله حيدر. ممكن على 3 بوينت يا عبد الله، لكن تهدئة الأوضاع. نقل الكرات. شين اوبن من الكورنر. صفرة تحضر قبل ذلك. نو سكور. تيرن اوفر. هل كانت قدم اللاعب على الخط؟ لم تحتسب. قدم اللاعب كانت على الخط على العموم.
كرة للدفاع الجوي، ديوب، إيلمان بالهاند اوف، علي مؤيد، ممكن يا علي الى سكوت، انتوان سكوت، اخر الثواني، شاهد البرشر ديفنس من حسين جاسم، سكوت على 3 بوينت، ضاعت الكرة، هنا الريباوند، الصافرة تحضر، حيازة تنتقل في هذه اللحظات، هذه كرة عبد الله وايهاب، مع 8 النتيجة. شين جيبسون الى كينج، جورج بالفلوتر علاها بطريقة رائعة جدا، 6 نقاط لهذا اللاعب نجم نادي الاتحاد السكندري سابقا، يسجل بنجاح ويا جورج. 10-12 تقدم لمصلحة الدفاع الجوي. كرة من اجل الرد، انتوان سكوت، كيك دبل اوت والفقار، 3 بوينت ضاعت، ريباوند لحسين جاسم، الصعود من شين جيبسون، شين جورج كينج، نايس فيك، يحصل على الخطأ. شاهد هناك نشاط جيد وممتاز لهذا اللاعب، أتحدث عن جورج كينج، 6 نقاط من مباراتين، لكن حاليا هو في رصيده 6 نقاط في هذا اللقاء. زيد عادل الى جورج، شاهد يتعرض للدبل تيم، اين المساندة؟ الكينج، يلا يا جورج، نقل الكرات، اخر الثواني، كرة ايربول، انتقال الحيازة، تيرنوفر، تنتقل الحيازة لمصلحة الدفاع الجوي. اخر 27 ثانية متبقية احبة المتابعين والمشاهدين، 14-10 النتيجة، التقدم مستمر لمصلحة هذا الرجل مع وجود تايم اوت، وقت مستقطع. العودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين، حضور جماهير غفير في قاعة الشعب الدولية للألعاب الرياضية للجماهير المساندة لفريق دجلة الجامع. أيضا حضور آخر، تواجد جماهير نحب أن نتابع كرة السلة العراقية رغم الأجواء الحارة في القاعة، لكن الحب والعشق للكرة البرتغالية مستمر. 4 نقاط والفارق بين الفريقين، آخر 25 ثانية متبقية. كرة بحيازة رامون جالوي، متواجد حاليا بالتشكيل الخماسي، نقل الكرات إلى علي مؤيد، علي، محاولات بالمهارة للعبور، علي مؤيد يحاول يكسب الصراع، الدخول، ضاعت ال2 بوينت، ريباوند لعبد الله حيدر، شاهد التقدم، حلو التصويب، آخر الثواني، لكن الصافرة تحضر لتنهي أحداث الكوارتر الأول. 14 الدفاع الجوي دجلة الجامعة 10 نقاط، تقدم مستمر لمصلحة أبناء الكوتش باتريك سابر. راح نذهب إلى استراحة قصيرة ومن ثم العودة لتكملة أحداث هذا اللقاء، لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد.
مرحبا بكم من جديد أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. تكملة أحداث هذا اللقاء، بداية الفترة الثانية. كرة بحيازة رامون جالوي، يحاول ستيل ناجح، دفاع جيد من محمد المهدي الملقب بميدو. نقل الكرات إلى جيرارد تيرن جونيور. جيرارد محاولات لاعب الباور فورورد إلى شين جيبسون. شين الدخول يحاول، ضاعت الكرة إلى الريباوند. تيرن من الميد رينج، ضاعت أيضا. فرصتين ضاعت على دجلة الجامعة في نفس الهجمة. تتحول الكرة، ممكن ذو الفقار الدخول إلى علي مؤيد. كان من الممكن أنه تدخل باللياب يا ذو الفقار. على العموم علي مؤيد ممكن عند الحل هذا اللاعب يحصل على الخطأ. خطأ حاضر على اللاعب حسين جاسم. خطأ بإشارة من الحكم الدولي علي سموم. باتريك سابا درب فريق دجلة الجامعة، يتابع ويناظر ويشاهد ماذا سيحدث في نتيجة هذا اللقاء. كرة لرامون جالوي. رامون خطير جدا هذا اللاعب، مستوى جيد مع الدفاع الجوي خاصة في بطولة فيبا وصل. شاهد الاسيست، شو تايم إلمان ديوب. وقت الاستعراض هذا يا إلمان ديوب. شو تايم حاضر في هذه اللحظات عن طريق محترف فريق الدفاع الجوي. السكاي تايم إلمان ديوب سجل بنجاح، زيادة الفارق. كرة من أجل الرد، محمد المهدي. ميدو يحاول، ممكن على 3 بوينت، ضاعت الكرة. شاهد ديوب يلتقط الريباوند. كرة لرامون، ممكن من الداون تاون. رامون ضاعت على جالوي. ثاني الفرص من جديد، تأمين الريباوند عن طريق إلمان ديوب، ثم التفكير بالهجوم. رامون نايس يورو ستيب، ضاعت النقطتين. تتحول جيرارد، ممكن بالليوب، صفرة تحضر. خطأ لمصلحة جيرارد تيرن جونيور. راح نشاهد هذا اللاعب على خط الرميات الحرة. شاهد بداية الخطأ من إيهاب قبل البلوك شوت من إلمان ديوب. إذن رميتين حرة. شاهد هذه لقطة الإسلام دانك، حلو هالتحرك من إلمان ديوب، لكن شاهد الاسيست، شاهد الاي كيو، شاهد الذكاء اللي يمتلكه رامون جالوي. كان فيري سمارت باللقطة الماضية. 6 نقاط الفارق. التخليص حاضر من جيرارد جونيور. – 71 نقطة سجل من الرميات الحرة من مجموع 114 بنسبة 62%. هذه أرقام جيرارد تيرن جونيور على مستوى خط الرميات الحرة. كرة لجالوي، مجنس منتخب الوطني، أحد الحلول المهمة. نقل الكرات، علي مؤيد. علي محاولات، آخر ثواني الهجمة. شاهد الفيك والتصويب. كرة ايربول لم تصل إلى الحلق نهائيا. تيرنوفر جديد يحتسب على فريق الدفاع الجوي. نضال غانم، توجيهات مستمرة من هذا الرجل. هجوم لمصلحة دجلة الجامعة. عبود عبد الله حيدر بالهاند اوف. ميدو اوبن شات يا بيكو، محاولات. كرار الى ميدو من جديد. ميدو يحاول. جيرارد درايف، الدخول، يسجل بنجاح في اخر ثانية على البزر بيت. حلوة يا جيرارد تيرن جونيور. نقطتين سريعة. هل سجلت 3 نقاط؟ على العموم سننتظر القرار. عودة حكام اللقاء إلى تقنية الIRS من أجل مشاهدة اللقطة الماضية. هل انتهى زمن الهجمة قبل التصويب؟ هذا ما راح يشاهد الحكام أحمد علي وعلي سموم. شاهدها على عادة أحبة المتابعين والمشاهدين. هل خرجت الكرة من يد جيرارد جونيور قبل أن تأتي الصافرة؟ أعتقد الكرة نو سكور. على العموم يبقى القرار
لحكام اللقاء. عودة الحكم أحمد علي. إذن 24 second violation، مخالفة ال 24 ثانية، انتهاء زمن الهجمة. قرار صحيح، good call لحكم اللقاء. كرة لرامون جالوي. رامون خطير جدا هذا اللاعب على مستوى الثري بوينت والدرايف. شاهد العبور، رامون بالفلوتر، ضاعت الكرة. كرة من جديد تتحول، دزلة الجامعة، شين جيبسون إلى ميدو، محمد المهدي، محمد لاعب القادم من محافظة بابل، نقل الكرات إلى عبد الله حيدر. بيكو ربح السكرين من عبد الله وحصل على الخطأ. خطأ لمصلحة كرار بيكو، هذا الواضح أمامنا بالصورة. أحد العناصر المهمة والأساسية في تشكيلة فريق دجلة الجامعة. سلسلة صعبة على الفريقين. هنا راح يحسم الدفاع الجوي أو دجلة الجامعة. كرة لميدو إلى كرار. بيكو، شين، شاهد، كويك شوت، التصويب، ضاعت على مستوى الثري بوينت. حلوة لرامون، هذا الريباوند، العبور، يحصل على الخطأ. حلوة لرامون جالوي. هل هناك تكنيكال فاول من أجل الاعتراض؟ ماذا فعل رامون جالوي بعد الصافرة؟ هذه لقطة الخطأ. هذه أيضا لقطة جيرارد. أكيد الحكام ذهبوا إلى تقنية الIRS. نعم، الإشارة واضحة من نضال غانم، انتهاء زمن الهجمة. حديث ما بين حكام اللقاء على السموم أحمد علي وأحمد رافد. هل هناك تكنيكال فاول؟ هل هناك خطأ فني؟ 55، هذه إشارة الحكم، خطأ فني. الخطأ على اللاعب رامون جالوي. رمية واحدة لمصلحة دجلة الجامعة، من بعدها تعود الحيازة لمصلحة الدفاع الجوي. هذا هو القانون في كرة السلة. شين جيبسون على التنفيذ بنجاح. نسب مرتفعة لهذا اللاعب في هذا الموسم، أفضل لاعب محترف في الدوري العراقي للمحترفين على مستوى السكور. شاهد أيضا عودة جورج كينج إلى التشكيل الخماسي. صراع داخل صراع في هذا اللقاء أيضا ما بين إيلمان ديوب وجورج كينج. لاعبين اثنينهم كانوا يلعبون مع فريق الرياض اللبناني. كرة من السايد لاين، رامون جالوي. رامون يحاول أن يربح الخطأ لكنه صوب. أين الريباوند؟ القتال من فريق دجلة الجامعة، لكن كرة تبقى بحيازة رامون جالوي والدفاع الجوي. كرة لذو الفقار على 3 بوينت، أولى النقاط لهذا اللاعب على مستوى المسافة البعيدة. ذو الفقار هو لاعب دفاعي بامتياز، 5 نقاط إلى غاية الآن. حلوة ال3 بوينت يا ذو الفقار. كرة من أجل الرد، تيرن جونيور، محاولات على البيز لاين، نقل الكرات من جديد. سعيد عادل يحاول، كرة خرجت، تيرن اوفر. حلو الدفاع الأخير من فريق الدفاع الجوي. اجبار لاعبي فريق دجلة الجامعة على ارتكاب التيرن اوفر. شاهد الغضب حاضر من باتريك سابا. إيلمان ديوب إلى رامون جالوي، ممكن البول موفمنت على الباك تو باك. ذو الفقار ضاعت الكرة. شاهد الفاست بريك. بيكو ممكن يربح الخطأ. كرار يحاول يحصل على الخطأ. رميتين حرة لمصلحة كرار جاسم ملقب ببيكو. شاهد هذا البادي كونتاكت الأخير، خطأ على اللاعب رامون جالوي. هذا الرياكشن من باتريك سابا على اللقطة الأخيرة.
إذن رميتين حرة لكرار بيكو مع عودة إيهاب حسن إلى تشكيل الخماسي. بيكو على التنفيذ، لاعب الجارد، ضاعت الأولى. 265 نقطة مجموع نقاط هذا اللاعب في الدوري لهذا الموسم بمعدل 11 نقطة لكل مباراة. على مستوى خط الرميات الحرة 25 من 64 بنسبة 39%. هذه أرقام بيكو على مستوى خط الرميات الحرة. كرة تتحول، حامل لقب الدوري، محاولات التصويب 3 بوينت، اللاعب السنتر إيلمان ديوب على الارك ياخذ الثقة كثيرا في هذه التصويبة. شاهد لاعب السنتر سجل بنجاح إيلمان ديوب، سنغالي الأصل وإسبان الجنسية. الرياكشن حاضر من باتريك سابا، مباشرة طلب التايم اوت من أجل اللحاق بالأمور، تصليح الأمور الدفاعية والهجومية. الدفاع الجوي أنشط في هذه اللحظات، فرحة الجماهير حاضرة أيضا في مدرجات قاعة الشعب الدولية. لماذا سيتحدث باتريك سابا مع لاعبيه؟ شاهدنا ديوب أخذ تصويبة مهمة جدا على الأرك. طبيعي جدا إيلمان ديوب أن يأخذ الثقة. مسيرة جيدة لإيلمان ديوب في عدة دوريات، خاصة في الدوري الإسباني. إيلمان ديوب 30 عام، 10 سنتيم، لعب مع ساسكي باسكونيا الإسباني وجران كاناريا الإسباني أيضا. جماهير حاضرة تتابع وتشاهد. جماهير دجلة الجامعة أعطت نكهة للدوري العراقي للمحترفين بكرة السلة. العودة بعد انقضاء زمن التايم اوت. فريقين التقوا مرتين على مستوى الريجولار سيزن او الدوري المنتظم بالذهاب والإياب. بالمباراتين انتصر فريق دجلة الجامعة، انتصر في الذهاب 77-76 بفارق نصف سلة، والمباراة الثانية الإياب 76-64. إذن مستوى جيد لدجلة الجامعة على مستوى الموسم المنتظم. بانتظار نتائج هذه السلسلة. جماهير مستمرة بالمؤازرة. سعيد عادل بالهاند اوف، جورج كينج الى بيكو الى جيرارد. بيكو من جديد، محاولات نقل الكرات. سعيد عادل كيك دبل اوت، بول موفمنت ولا اروع. اين الفينش؟ بيكو يضرب من الداون تاون، 3 بوينت من المسافة البعيدة. صواريخ بالتوجيه الليزري من كرار بيكو. حلوة اللقطة الماضية كرار، أداء جيد مثل ما تحدثت. الوصول للنقطة رقم 15 لفريق دجلة الجامعة في هذه اللحظات. كرة تتحول بعد ثلاثية بيكو، الحيازة مع الدفاع الجوي. رامون جالوي، متى ستظهر يا رامون؟ نقل الكرات على مؤيد. رامون ممكن تصويب، ضاعت ال2 بوينت. حاول من المسافة المتوسطة، تتحول بعد التايم اوت. 3-0 ران، محاولة بالشو تايم، حاول بالأليوب فريق دجلة الجامعة. تبقى الحيازة معاه تيرن جونيور، الصعود والبلوك شوت. نوتن ماي هاوس على طريقة إيلمان ديوب، الاعتراض الدفاعي. كرة تتحول ذو الفقار، تهدئة الأوضاع. رامون جالوي، رامون اكسترا باس، محاولات قطعة الكرة. بيكو يحاول، بيكو الصعود والدخول. نقطتين سريعة جدا لكرار بيكو. حلو كرار، يتحمل المسؤولية في هذه الدقائق. تقليص الفارق حاضر. أين الرد؟ جالوي من الداون تاون، 3 بوينت جديد لمصلحة رامون جالوي. هذا وقلب الأسد في تشكيلة الكوش نضال غانم. 3 نقاط أولى لمصلحة رامون. مباراة اشتعلت، من سيفوز؟ سلسلة النهائي. جورج كينج،
جورج إلى عبود بالهاند اوف. محاولات زيد عادل الدخول، ضاعت النقطتين. حاول زيد عادل بالترافيك لاياب، دفاع جيد من كتيبة الكوش نضال غانم. كرة تتحول إيهاب ممكن على أوبن شات، لكن هدأ الأوضاع. نقل الكرات شاهد علي مؤيد يحصل على الخطأ. رميتين حرة لمصلحة علي مؤيد إسماعيل. هذا هو الواضح أمامنا بالصورة. نشط جدا هذا اللاعب. هذه الكرة الأخيرة شاهد السبين موف، والخطأ حاضر على اللاعب زيد عادل. إذن رميتين حرة لمصلحة علي مؤيد. باتريك سابا، ماذا سيحدث يا كوتش باتريك في هذه السلسلة؟ هل هو اللقب الأول لفريق دجلة جامعة؟ دجلة جامعة عنده لقب وحيد، لكن في مسابقة كأس العراق. الأولى ضاعت على اللاعب علي مؤيد بانتظار تنفيذ الرمية الثانية. محاولات يسجل بنجاح. هذا هو علي مؤيد اللي في يوم من الأيام لقبته بلقب مستر بوستر. أكيد يتميز بالدانكات القوية علي مؤيد، خاصة إذا كانت الكرة بإيده الشمال. كرة بحيازة بيكو، خبرة يا بيكو مطلوبة في هذه اللحظات. كرار إلى زيد عادل، إلى الكينج جورج كينج. شاهد الدبل تيم مباشرة على هذا اللاعب، ممكن على الأوبن شوت. بيكو يحاول، ضاعت على اللاعب كرار. تتحول لرامون، إلى علي مؤيد. رامون من جديد، خطير جدا. رامون قالوي جامب شوت، كرة ناجحة وتصويبة ولا أروع. رامون قالوي نقطتين، زيادة الفارق من جديد. أين الرد؟ شين جيبسون، شين نايس فيك، التصويب 3 بوينت. شين جيبسون بالتخصص لاعب الشوتينج جارد. تقليص الفارق إلى فارق ل8 نقاط. مباراة مشتعلة جدا. كرة لي رامون قالوي، رامون ممكن على 3 بوينت. علي مؤيد، كرة ضاعت. دفاع من شين جيبسون، سحب الكرة بنجاح، يحصل على الخطأ في هذه اللحظات. مباشرة علي مؤيد رفع ذراعيه من أجل الاعتذار عن اللقطة الأخيرة بعد الفيك الأخير من شين جيبسون. بمجرد ترك مساحة بسيطة لهذا اللاعب ممكن أن يحسم أي كرة. الأولى بنجاح. مثل ما تحدثت عن شين جيبسون في بداية هذا اللقاء، الأفضل على مستوى التسجيل في الدوري العراقي بالنسبة للاعبين المحترفين. سجل تهديفي عالي يمتلك هذا اللاعب. نضال غانم، توجيهات مستمرة بالهجوم. إيلمان ديوب، نقل الكرات إلى الرامون، ممكن التصويب 3 بوينت بالتخصص أيضا. مجنس منتخبنا الوطني ولاعب الدفاع الجوي رامون قالوي. زيادة الفارق، لازم يكون هناك دفاع مان تو مان على رامون قالوي، وإلا سوف تخسر اللقاء يا باتريك سابا. كرة لشين جيبسون، محاولات زيد عادل، التصويب قصيرة ضاعت ال 3 بوينت. أين الفاست بريك؟ رامون الصعود، ممكن يحاول. دول فقار إلى إيلمان ديوب. رامون من جديد، رامون يحاول كروس اوفر. محاولات بالمهارة والسكيلز، العبور. علي مؤيد ممكن على 3 بوينت، حلوة يا علي. لاعب البار فورورد يمتع ويقنع. شاهد الصيحة حاضرة من هذا اللاعب والتشجيع لنفسه. 8 نقاط، حلوة يا علي. بول موفمنت ولا أروع. في اللقطة الماضية وصلت الكرة إلى اللاعب علي مؤيد اللي فنشها على مستوى المسافة البعيدة. زيادة الفارق من جديد، ويا علي تصيبه ولا أروع.
ياخذ المباراة على عاتقه الآن. نضال غانم التشجيع مستمر، يحاول أن ينسى الخسارة الماضية. تصويبة ولا أروع، مثالية. هذه أيضا تصويبة رامون جالوي اللي دائما ما ياخذ التصويب على بعد 1.5 متر من خط الأرك. مهارة كبيرة للاعبي فريق الدفاع الجوي أيضا ونظرائهم من لاعبي دجلة الجامعة. على العموم 34-22 التقدم لمصلحة الدفاع الجوي مع وجود تايم اوت ووقت مستقطع. العودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين بعد انقضاء زمن التايم اوت. ماذا سيحدث؟ شين جيبسون ممكن يحاول لكن ثاني مرة 3 بوينت. لاعب الشوتنج جارد حريف باسكت حلوة لشين جيبسون. يا شين بالتخصص أفضل لاعب أيضا على مستوى الدوري العراقي. بعد تصويب البعيد، كرة ومحاولة. إيهاب يحاول بالإنسايد، ديوب يلتقط الريبوند ويسجل ويحصل على فرصة الأند وان. فرحة حاضرة على محيا هذا اللاعب. شاهد على الإعادة، ضاعت كرة إيهاب الأولى، شاهد الريباوند بأطراف الأصابع، التقاط الكرة ومن ثم القتال والتصويب على الباك بورد. الاحتفال على طريقة إلمان ديوب، يحصل على فرصة الأند وان من جديد. رياكشن لنضال غانم. ديوب يسجل بنجاح، أرقامه جيدة على مستوى خط الرميات الحرة. 7 من 7 إلى غاية الآن من 3 مباريات. شين جيبسون محاولات إلى جيرارد بالهاند اوف. بيكو كرار آخر الثواني، كرار محاولات سبين موف. تيرن 3 بوينت على البزر بيت قبل انتهاء زمن الهجمة. جيرارد تيرن جونيور 6 بوينت، أداء جيد أيضا لجيرارد. تخلص الفارق من جديد. ديوب محاولات من أجل الرد إلى رامون، خطير جدا. درايف آخر الثواني. هل سجلت هذه النقطتين قبل انتهاء زمن الكوارتر الثاني؟ نقطتين رائعة جدا باستخدام الباك بورد عن طريق رامون جالوي. شاهد على الإعادة، هل خرجت الكرة من يد رامون جالوي قبل انطلاق الصافرة؟ شاهد باتريك سابا، ردة الفعل نو سكور. يتحدث مع الحكام لكن الحكام أكيد ذهبوا إلى الريبلاي سنتر مشاهدة الحالة الأخيرة. هذا هو الاختراق من رامون. أعتقد سوف تحتسب هذه النقطتين. يبقى القرار التحكيمي هو الفيصل، لكن تحسب لرامون جالوي هذا الاختراق على الرغم من وجود كثافة دفاعية. كان متواجد ميدو وشين جيبسون وتيرن جونيور. إذن ماذا يقول الشويلي؟ نو سكور. إذن أحبة المتابعين والمشاهدين انتهاء زمن الفترة الثانية. الدفاع الجوي 37-28 دجلة الجامعة. راح تنتظرنا متعة أكيد أكثر في الشوط الثاني، الفترة الثالثة والرابعة. استراحة قصيرة، لا تذهبوا بعيدا، تكرموا بالبقاء معنا.
مرحبا بكم من جديد أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. القمة المشتعلة تبدأ من جديد، بداية الفترة الثالثة. ماذا سيحدث؟ التقدم مستمر لمصلحة أبناء الكوش نضال غانم. دفاع الجوي 37 ضد الجامعة 28. كرة لجورج كينج 3 بوينت، ولا أروع ولا أجمل من الجهة المقابلة للسلة التي تسمى توب اوف ذا كي. 3 بوينت لمصلحة جورج إكزافير كينج محترف فريق دجلة الجامعة. بداية جيدة، 3-0 ران في بداية هذه الفترة. أين الرجاء إيهاب؟ كرة تتحول ذو الفقار، رد سريع حلو يا ذو الفقار، ثقة عالية يمتلكها هذا اللاعب. الوصول للنقطة رقم 40 و8 في رصيد الشخصي. حلوة لذو الفقار، ثلاثيتين إلى غاية الآن. جورج كينج عندما يدخل هذا اللاعب ستتغير الأمور. حلوة الكينج، حلوة يا جورج، يحصل على الخطأ. رميتين حرة لمصلحة جورج كينج، خطأ واضح في اللقطة الماضية. بداية جيدة للفريقين في هذه الفترة. هذه لقطة الخطأ، تصويبة من البيز لاين، خطأ حاضر على اللاعب علي مؤيد. نعم، باتريك سابا يقول له عفي عليك. الإشارة واضحة على التصويب الأولى بنجاح. الرمية الثانية جورج كينج 2 من 2 على خط رميات الحرة. سجل تهديف جيد لهذا اللاعب في مباراة اليوم، أداء مغاير عن اللقاءات الماضية. 40-33 ممكن التعويض لدجلة الجامعة، لكن الهجوم بحوزة ذو الفقار. محاولات مرة ثانية ذو الفقار بالهاند اوف إلى إيهاب. صراعات أسفل السلة، من سيفوز بها يا إيهاب؟ آخر الثواني ممكن من الكورنر، التصويب 3 بوينت. حلوة يا إيهاب على البزر بيت، شاهد الابتسامة حاضرة. حلوة يا إيهاب، تصويبة سريعة جدا، شاهد الدوران بالفيدوي على طريقة الألماني المعتزل نجم دالاس مافريكس ديريك نوفيسكي. إيهاب حسن يسجل 33-43 من دقائق 14 ثانية متبقية. رامون جالوي، رامون محاولات درايف، نايس يورو ستيب، البلوك شوت حاضر من عبود. صافرة تحضر، كيك بول، ارتطام الكرة بقدم لاعب الدفاع الجوي. شاهد الكرة على الإعادة. هذه الحيازة ستكون لمصلحة دجلة الجامعة ولمصلحة كرار بيكو. إيهاب حسن، الإشارة واضحة، يطالب بالعودة إلى تقنية IRS. باتريك سابا منزعج، كان من الممكن يا بيكو أن تخلص من الكرة، تدفع الكرة إلى الأمام. التفكير بالفاست بريك، وأنت ملك الفاست بريك أكيد يا بيكو. شاهد أحمد رافد، أحمد الشويلي، توجه إلى تقنية IRS من أجل مشاهدة اللقطة الماضية. هل هناك تعمد من إيلمان ديوب؟ مستوى نتائج الفريقين في هذه السلسلة. المباراة الأولى تحدثنا عنها، مباراة لا تليق بنهائي دوري، انتصار الدفاع الجوي 66-52. المباراة الثانية الماضية دجلة الجامعة انتصر بعد التمديد 97-90. مباراة حماسية كان معلقها الزميل العزيز خالد عاشور كربول. نعود لأجواء هذا اللقاء. إشارة الحكم كانت واضحة، بيرسونال فاول. شين جيبسون، شين ممكن يا شين. كرة على الأوبن شات من الكورنر على التارجت. زيد عادل موسى يظهر الآن، أظهر وبان عليك الأمان. حلوة يا زيد، اللاعب البوينت جارد يتقمص دور اللاعب الشوتنج جارد في هذه اللحظات. تحدث عن زيد عادل،
كرة سريعة على مستوى الثري بوينت. أين الرد؟ رامون جالوي. رامون ملك التصويبات الثلاثية. شاهد درايف، كرة ضاعت. ديوب نايس فيك، يحصل على الخطأ، ما بها أي مجال. بمجرد أنه إلمان ديوب يمسك الكرة يربح أخطاء أسفل السلة. صراع الكبار. هذه اللقطة الماضية خطأ على عبد الله حيدر. باتريك سابق منزعج. الانزعاج كان من القرار الأخير يا باتريك سابق. باتريك يتحدث مع الحكم الدولي أحمد علي، يقول له ممكن تطلب التشالنج. على العموم من المستحيل أن يطلب التحدي الكوتش باتريك سابق، فقط في الام بي اي، في اليورو ليج، المباريات اللي تكون خارج نطاق الفيبا على الاتحاد الدولي. نعود لديوب. رمية أولى ناجحة لإلمان ديوب. لم يضيع أي رمية إلمان ديوب منذ قدومه للدوري العراقي. سعني الشاهد الرمية الثانية بنجاح أيضا. أعتقد 9 من 9 إلى غاية الآن في 3 مباريات. ولديوب 45-36. فارق يحضر في هذه اللحظات. كرة لي جورج كينج. شاهد الدبل تيم مباشرة. فقدان الكرة. تيرن اوفر. استراتيجية جيدة من نضال غانم. حاولت إيقاف جورج كينج ومن يستطيع أن يوقف علي مؤيد، لكنها ضاعت على مستوى الثري بوينت. جورج كينج في طلعة هجومية جديدة. جورج الكينج بالسكيلز والمهارة بالفلوتر. ان اوت ضاعت. هارد لك لجورج. تتحول الكرة لرامون، محترف آخر، زمن ومكان آخر. رامون جالوي. رامون ممكن مجنس منتخبنا الوطني يستطيع محاولات آخر الثواني. يحاول إيهاب نقل الكرات على مؤيد بالإنسايد. صافرة تحضر. بقاء الحيازة لمصلحة الدفاع الجوي. هيلب دفاعي سريع في اللقطة الماضية. شاهد عبود مباشرة الانقضاض على الكرة وعمل الدبل تيم. محاولات لوضع ضغط على اللاعب. البرشر حاضر على مستوى البيز لاين. نزلت جامعة في اللقطة الماضية. دفاع المنطقة على مستوى الزون مع فرحة الجماهير العراقية المتواجدة في قاعة الشعب الدولية. إذن 45-36. الدفاع الجوي مستمر بالتقدم والتايم اوت حاضر في هذه اللحظات. العودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين بعد انقضاء زمن التايم اوت. بالنسبة للإحصاءات أفضل المسجلين إلى غاية الآن إلمان ديوب 12 بوينت، وشين جيبسون من نزلة الجامعة 11 نقطة. هذه على مستوى أفضل المسجلين. على مستوى الريباوند 11 لإلمان ديوب مقابل 4 لجيرارد تيرن جونيور. مستوى الاسيست ايضا رامون جالوي 3 اسيست وكرار بيكو 1 اسيست. كرة نايس فيك. محاولات حاول بها ذو الفقار. ممكن بالسكند تشانس، ممكن الفرصة الثانية. جالوي المدمر مستحيل ما يقدمه هذا اللاعب. ارقام جيدة ونقاط جيدة. شاهد نقل الكرات للكورنر على الباك تو باك. ضاعت ايضا. تتحول بيكو. محاولات ضاعت الكرة. التفوق الهجومي. جالوي تهدئة الأوضاع. لعب على السيت أوفنس. ممكن أن يأخذ السكرين من إيهاب. الكرة بالإنسايد. ديوب محاولات. يحاول 1 على 1 يربح الرتين. إلمان ديوب المحترف الإسباني سجل بنجاح
14 نقطة إلى غاية الآن. إلمان ديوب أرقام جيدة، 14 نقطة و14 ريباوند. وصل للدبل دبل شين جيبسون 3 بوينت في التخصص، ملك الثلاثيات الأفضل على مستوى الدوري. سجل بنجاح 17 بوينت، منها 4 ثلاثيات مقابل خطأ واحد. حلو يا شين جيبسون. 47-39. شاهد رامون جالوي يفقد الكرة، تصل لبيكو، ممكن يربح البادي كونتاكت ويسجل أيضا نقطتين. ويا كرار لاعب دفاعي بامتياز، لكنه وصل ل9 نقاط في رصيده الشخصي. أرقام جيدة لبيكو، لاعب الجارد يمتع ويقنع. كرة لمصلحة رامون جالوي. رامون من الداون تاون، تصويب، ضاعت الكرة من الريباوند. صفرة تحضر، انتقال الحيازة لمصلحة فريق دجلة الجامعة. شاهد إيهاب يتحدث مع نضال غانم، يتحدث مع المدرب، يقول له اطلب التحدي. عودة عباس حكمت لاعب الشوتنج جارد إلى التشكيل الخماسي. الجماهير مستمرة بالمؤازرة، ماذا سيحدث؟ جيبسون محاولات الدخول، يحصل على الخطأ. لما استمر الدفاع عقيم بهذا الشكل لشين جيبسون راح نشاهده يربح أخطاء، ممكن ياخذ اوبن شات بأكثر من مكان. لاعب خطير جدا، مستوى جيد لشين جيبسون. على العموم خطأ من الحد الجانبي. جورج كينج، محاولات جورج. شاهد أقرب لاعب يعمل الهيلب والدفاع، لكن لبيكو كلام آخر. ضاعت الكرة والصافرة تحضر. خطأ على اللاعب عبد الله حيدر. جود كول لحكم اللقاء، خطأ لمصلحة إيهاب حسن الزهيري. شاهد هذه اللقطة الماضية، فقدان الكرة، كسب الصراع. إيهاب حسن يحصل على الخطأ. شاهد أيضا عودة أنتوان سكوت ديلون للتشكيل الخماسي. تصفيق حاضر من نضال غانم على اللقطة الماضية. تيرن جونيور، هذا جيرارد متواجد وحاضر في دكة البدلاء. 47-41. ماذا سيحدث في هذه الهجمة؟ سكوت ممكن على 3 بوينت، يحصل على الخطأ. 3 رميات حرة ممكن. ما هو القرار التحكيمي؟ نعم، 3 رميات حرة لأنتوان سكوت. شاهد هذه اللقطة الماضية، الخطأ على اللاعب زيد عادل، خطأ واضح. أنتوان سكوت أضاع الرمية الأولى. أنتوان سكوت 33 عام، متر و88 سنتيم طول هذا اللاعب، لاعب جامعة كولورادو سابقا، القادم من الدور السعودي. ثانية بنجاح. أنتوان سكوت الام في بي في المباراة الأولى في هذه السلسلة، معدل جيد في هذا الموسم منذ قدومه على مستوى سلسلة السيمي فاينل. إذن توقف حاليا، الصافرة حاضرة. ما هو القرار التحكيمي؟ باتريك سابا غاضب جدا، ضياع الرمية الحرة الأخيرة، لكن هناك إعادة بالفعل. شاهد هذا السيد عقيل الجميلي رئيس نادي دجلة الجامعة، أيضا وجود مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة الحاج خالد قبيان، أكيد هو محب جدا لكرة السلة، مستمر بالدعم. نعود أجواء هذا اللقاء. 48-41. شين جيبسون ممكن تخلص. شين ميد رينج شوت، ضاعت الكرة هنا. الريباوند، تتحول الكرة للدفاع الجوي. أنتوان سكوت ممكن درايف، يحاول نايس اسيست. تبقى الحيازة لمصلحة الدفاع الجوي. ما هو القرار؟ هو القرار التحكيمي. هذه الكرة الأخيرة. شاهد أنتوان سكوت، لاست تاتش كانت على عبد الله حيدر. جود كول لحكم اللقاء.
مطالبات من حكام اللقاء بمسح الأرضية تجنبا للإصابة. مباراة مشتعلة في قاعة الشعب الدولية على أنغام الموسيقى، شاهد الجماهير تشجع وتؤازر. 48 41 كرة من الحد النهائي. ديوب بول موفمنت، تدوير الكرات. سكوت أنطوان يحاول آخر الثواني، ممكن ياخذ كويك شوت، يصوب 3 بوينت، ضاعت. أين الريباوند؟ شاهد ديوب القتال الهجومي، ثاني الفرص. علي مؤيد نايس اسيست. أين الفينش؟ ممكن آخر الثواني. علي مؤيد من جديد يحاول إيهاب بالانسايد، لكن دفاع من دجلة الجامعة. شين جيبسون، شين تعدية الأوضاع تصل إلى بيكو، كرار إلى شين جيبسون. شاهد الكرة لفت بشكل جيد لكن الفينش غير حاضر. بيكو 3 بوينت، ضاعت الكرة من جديد. تتحول الدفاع الجوي. سكوت إلى عباس حكمت. سكوت من جديد، نايس فيك الدخول. أنطوان يقاتل. إيهاب نايس سبين موف، يحصل على الخطأ. حركة لعب ولا أروع في اللقطة الماضية، يجبر عبد الله حيدر على ارتكاب الخطأ. شاهد على الإعادة. هذا الدوران المرعب لإيهاب حسن، أجبر عبود على ارتكاب الخطأ. هاي التحركات على الباك دور من إيهاب، كسب الصراعات الثنائية أسفل السلة. كوش نضال غانم يدفع بلاعبين سنتر على مستوى التشكيل الخماسي، تواجد إلماني ديوب وأيضا اللاعب إيهاب حسن. رمية أولى ناجحة لإيهاب حسن الزهيري. لخط رميات الحرة في هذا الموسم إيهاب 77 من 115 محاولة بنسبة 67%. ضاعت الرمية الثانية. إيهاب أضاع الرمية الثانية. التقاط الريباوند من عبود. عبد الله حيدر، تفكير الهجوم الآن، ماذا سيحدث؟ جيرارد إلى جيبسون. شاهد مباشرة دبل تيم على هذا اللاعب. محاولات لإيقاف شين جيبسون، ممكن على الأوبن شوت. زيد عادل ضاعت على 3 بوينت. أين الريباوند؟ ثاني الفرص. التأمينات الهجومية حاضرة لرجل الجامعة بالإنسايد. عبود، أين التصويب؟ ضاعت الكرة. أين الريباوند؟ إيهاب حاضر. شاهد اللونج باس، ممكن. عباس يحاول، ماذا يحدث؟ ووكينج فايوليشن، مخالفة المشي بالكرة. هذا هو القرار التحكيم الأخير. غضب من عباس حكمت على اللقطة الماضية. شاهد أين قدم الارتكاز؟ اعتقد تريبلينج واضح. على العموم قرار تحكيمي من الحكم الدولي العالمي صاحب الخبرة الكبيرة أحمد علي. كرة تعود. محمد فالح حاضر كبديل عن عبد الله حيدر في هذه اللحظات. شين جيبسون، شين يحاول بالفلوتر، نقطتين رائعة جدا. تقلص الفارق 49 43. ممكن العودة لدجلة الجامعة في أي لحظة. 19 بوينت، منها 4 ثلاثيات. هذه الأرقام الخطيرة جدا لشين جيبسون في هذا اللقاء. صافرة تحضر في هذه اللحظات. هل هو الخطأ لمصلحة حسين جاسم؟ الشاهد على الإعادة. قرار التحكيمي خطأ على اللاعب حسين جاسم. كانت محاولات من علي مؤيد بالفيكات. على العموم الرمية الأولى بنجاح. الولي علي. ثاني الرميات لعلي مؤيد، نجم نادي النفط سابقا والشرطة، ومتواجد حاليا مع الدفاع الجوي. سجل بنجاح 51-43. دقيقة 35 ثانية متبقية. زيد عادل، ماذا ستفعل في هذه الهجمة يا زيد؟ كرة لمحمد فالح. محمد إلى حسين جاسم، خطير جدا هذا اللاعب على مستوى الثري بوينت. حسين حلو الدوران،
حلو الاسيست، عين الفينش، اخر الثواني، انتهاء زمن الهجمه، صافره حاضره. نشاهد بالمباشر مشاهده دكه البدلاء، راح نشاهد عوده ميدو الى التشكيل الخماسي، عوده محمد المهدي، زيد، عادل موسى يغادر. أنطوان سكوت نقل الكرات إلى إيهاب، صراعات أسفل السلة، إيهاب ممكن بالمس ماتش، كرة لعلي مؤيد، شاهد يحاول تصويب 2 بوينت، ضاعت على اللاعب علي مؤيد، كرة لمصلحة دجلة الجامعة، اشتعل اللقاء، ماذا لديك يا ميدو لتفعله من أجل دجلة الجامعة؟ كرة بالهاند اوف، شين جيبسون، شاهد ممكن على اوبن شات لكن اختار الدرايف وأيضا عمل التيرن اوفر، ضياع غريب لهذه الهجمة، كان من الممكن أن تعمل الشوتينج على الباسكت يا محمد المهدي. أتمنى أنه ما تندم كثيرا على هذه اللقطة. أنطوان سكوت سلاح مهم، يحاول يسجل ايزي 2 بوينت بالفلوتر، الإحساس بالمكان متواجد لهذا اللاعب، 8 نقاط إلى غاية الآن عند الكثير، صاحب 33 عام. كرة من أجل الرد، جيبسون، محاولات ممكن على 3 بوينت، ضاعت الكرة. أين الريباوند؟ شاهد محمد فالح يقاتل على كل كرة، ميدو يحاول أيضا بالفلوتر، ضاعت، كان الكرات تضيع على محمد المهدي. كرة لسكوت يتعرض لضغط دفاعي كبير جدا، ستين ناجح، آخر ثواني التصويب، كرة ايربول، ضاعت في آخر الثواني على اللاعب محمد فالح اللي يعتذر من زملائه ومن المدرب مباشرة. آخر ثانية متبقية، هل سيسجل الدفاع الجوي من الهاف كورت؟ هل راح يكون هناك لونج باس ومن ثم التفكير بالفينش؟ بمجرد لمس الكرة ستكون هناك صافرة تنهي أحداث هذه الفترة الثالثة، لكن تتبقى ثانية واحدة، ماذا سيحصل؟ 53-43. إذن كرة لعبت من الحد النهائي، شاهد على البزر بيت علي مؤيد، لكن الصافرة تحضر لتنهي أحداث الفترة الثالثة بفارق 10 نقاط. 53-43، تقدم مستمر لمصلحة حامل لقب الدوري، تفوق مستمر على دجلة الجامعة. إذن استراحة قصيرة ومن ثم العودة لتكملة أحداث هذا اللقاء، لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد.
مرحبا بكم من جديد احبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي. مباراة مفصلية جدا ضمن سلسلة الفاينل للدوري العراقي للمحترفين بكرة السلة. تقدم مستمر لمصلحة الدفاع الجوي بفارق ال10 نقاط. فترة الحسم بدأت. سكوت بالحيازة، أنطوان سكوت. الدفاع الجوي بالهجوم عباس حكمت. شاهد على اللو بوست. إيهاب ممكن أحد الحلول المهمة. إيهاب علي مؤيد. تصويب للميدرينج ضاعت على مستوى المسافة المتوسطة. ميدو صانع الألعاب. محمد المهدي الملقب بميدو لاعب منتخبنا للناشئين سابقا، لاعب نادي الحلة سابقا أيضا. كرة تتحول لحسين جاسم. حسين يحاول الدخول، الاسيست، اين الفينش؟ ضاعت الكرة، لكن قبل ذلك كانت هناك صافرة تشير لوجود خطأ لمصلحة الواضح امامنا بالصورة. جيرارد تيرن جونيور. شاهد هذا التحرك الاخير. حسين جاسم سحب الدفاع، فرغ جيرارد. على العموم هناك رميتين حرة، لا يوجد تسجيل. لقطة الخطأ على إلمان ديوب. ولا الرميات ضاعت. خطأ الثالث حاليا على اللاعب إلمان ديوب. على التنفيذ بالرمية الثانية جيرارد تيرن جونيور، لاعب الباور فورورد، 1.8 سنتيم طول هذا اللاعب، يسجل بنجاح. تقليص الفارق في هذه اللحظات. سؤال: هل من الممكن عودة دجلة جامعة؟ نعم، بوجود جورج كينج، ايضا بعض الاسماء الموجودة على دكة البدلاء، لكن سنشاهد وننتظر ماذا سيحدث. بالهجوم حاضر عباس حكمت. نقل الكرات الى أنطوان سكوت. أنطوان يحاول بالمهارة. شاهد ستيب باك، تصويب 3 بوينت رائعة جدا على طريقة أنطوان سكوت. ديلون ايضا رصيد جيد لهذا اللاعب، 11 بوينت الى غاية الان. هي الارقام الشخصية لمصلحة أنطوان سكوت. كرة من اجل الرد. ميدو الى شين جيبسون. ميدو من جديد، اوبن شات. حسين جاسم حلو هالفيك، حلو هالتصويب على 2 بوينت. ضاعت على اللاعب حسين جاسم. شاهد مباشرة نضال غانم يطلب من لاعبي الهجوم السريع. كرة بالانسايد. ايهاب بلوك شوت رائع جدا من شين جيبسون. يا شين نقل الكرات. حسين جاسم ممكن على اوبن شات، لكن ادى الى اوضاع. محمد المهدي. محمد على الارك. صافرة حاضرة، تبقى الحيازة لمصلحة فريق دجلة جامعة. هناك جزئية أتحدث بها شاهدتها في هذا اللقاء. شاهد بمجرد نزول جورج كينج هناك تحسن نسبي لدجلة جامعة، يكون الفرق قليل، لكن بمجرد إجلاس اللاعب يصعد الفارق مباشرة إلى فريق الدفاع الجوي، على اعتبار أنه جورج كينج لما يدخل إلى تشكيل الخماسي راح يسحب لاعبين عليه بسبب الدبل تيم. نعود من جديد. بيكو من الداون تاون. ضاعت على بيكو. إلمان ديوب. الريباوند رقم 16 لهذا اللاعب، ارقام مخيفة على مستوى الريباوند يمتلكها إلمان ديوب. سكوت على الباك تو باك. بعد الكرة ريباوند والصافرة حاضرة. خطأ لمصلحة حسين جاسم. هذه الكرة الأخيرة خطأ لمصلحة حسين جاسم، لاعب نادي الكهرباء سابقا. هذا البلوك شوت اللي تعرض له إيهاب حسن. شين جيبسون محاولات. جيرارد الدخول إلى بيكو. درايف بالفلوتر، سجل بنجاح. الولي بيكو. تسجيل جديد لمصلحة هذا اللاعب، 33 عام، 1.90 سنتيم، 11 نقطة منها ثلاثية واحدة. هذه أرقام كرر بيكو إلى غاية الآن. كرة اليهاب بالإنسايد، كانت محاولة جادة بالأليوب لم تكتمل. أين دجلة جامعة؟ الهجمة لشين جيبسون. أوبن شوت. بيكو على التارجت. 3 بوينت. كرار
قلب الأسد أيضا فرحة الجماهير، تقلص الفارق. حلوة الثري بوينت من كرار. بيكو ياخذ المباراة على عاتقه الآن. كرة من أجل الرد أيضا. أين الحلول يا علي مؤيد؟ محاولات ديوب إلى سكوت، أخذ السكرين. أين البيكاند رول؟ سكوت يحاول، ضاعت. شاهد الريباوند، كان الفرص. عباس حكمت نماراكي لغاية الآن على مستوى المسافة البعيدة. كرة لمصلحة أنطوان سكوت. شاهد يحاول يحصل على الخطأ، خطأ لمصلحة أنطوان سكوت. هذا الواضح أمامنا بالصورة. هذه اللقطة الماضية، الخطأ على كرار بيكو. شاهدنا الهيلب الدفاعي من حسين جاسم، مباشرة محاولة لسرقة الكرة. إيهاب حسن، نايس فيك، الدخول، بلوك شوت حاضر. ثاني الفرص إيهاب، محاولات، سجل بنجاح. ويا إيهاب يربح الصراع الثنائي أمام عبد الله حيدر، لكن بعد معاناة، بعد البلوك. شاهد في اللقطة الثانية، هذا الارتداد الهجومي والتسجيل. إيهاب حسن اللي دائما ما يعشق الصراعات الفردية، لاعب فيزيكال جدا، لاعب منتخبنا الوطني، يقدم اداءات راقيه ايضا على مستوى بطوله فيفا وصل، على الرغم اكيد من خروج فريق الدفاع الجوي وحصوله على المركز الرابع. سلامات لعبد الله حيدر، ان شاء الله تكون اصابه طفيفه جدا. معاناه كبيره لهذا اللاعب، اصابه في المباراه السابقه. شاهد هذه الكره الاخيره، هل هناك بادي كونتاكت على مستوى الركبه؟ بالسلامة والشفاء العاجل لعبد الله حيدر. اللقطة الماضية لإيهاب النقطتين، لكن قبلها كان هناك إصابة تعرض لها عبد الله حيدر. على العموم عبد الله حيدر نهض بالسلامة، مباشرة يذهب إلى دكة البدلاء. يعاني جدا هذا اللاعب، أتمنى أن لا تكون إصابة كبيرة جدا. دخول معالج الفريق، عودة الحكام لتقنية الIRS، متابعة الحالة الأخيرة، ماذا فعل إيهاب. هذا هو الدخول الطبيعي. إيهاب ربح الريباوند الهجومي، كمل على السلة وسجل. لكن أكيد هناك جزئيات احنا ما نشاهدها، حكام راح يركزون عليها من خلال الإعادة، ممكن انه تحكم على القرار التحكيمي. عودة الحكام. احمد رافد، ما هو القرار؟ اذن هل هو نو سكور، نو فاول؟ اذن نقطتين، لكن لا يوجد خطأ. 58 49، 6 دقائق 12 ثانية. الأمل موجود بالنسبة للدفاع الجوي، عفوا لدجلة الجامعة من أجل العودة، لكن ليس بهذه الطريقة يا جيرات. لا أريد أن أتدخل على مستوى التدريب، لكن تحدثت أنه عند تواجد جورج كينج بالتشكيل الخماسي أكثر تغيير بالمستوى لمصلحة دجلة الجامعة. كرة لبيكو، حسين جاسم ممكن على 3 بوينت، ضاعت أولى الفرص على التصويب لحسين جاسم، تتحول لأنطوان سكوت. اللونج باص علي مؤيد، الدخول ديوب باليد اليسار، 2 بوينت ناجحة جدا على الباك بورد. شاهد الفرحة على طريقة إلماني ديوب، الاحتفال مع دكة البدلاء. نقطتين رائعة جدا، هذه الإعادة، الأسيست والتسجيل. ثاني الفرص سجل منها إلمان ديوب، التقط الريباوند الدفاعي. أرقام مرعبة جدا على مستوى الريباوند لإلمان ديوب. شاهد الإحصاءات بالنسبة لهذا اللاعب، 16 نقطة، 15 ريباوند، 1 أسيست. أرقام جيدة بالنسبة للاعب يلعب بالبوزيشن نمبر 5. حلوة لإلمان ديوب. مباشرة باتريك سابع يطلب التايم اوت من أجل
إيجاد علاج لنزيف النقاط الأخير. العودة بعد التايم اوت. أحبة المتابعين والمشاهدين، نضال غانم يتحدث مع رامون جالوي، لكن متى سنشاهد هذا اللاعب يعود إلى التشكيل الخماسي؟ أيضا هذا ميدو بجانب حسين عليم دكة البدلاء. ماذا حدث بالنسبة لإصابة عبد الله حيدر؟ شاهد عودته حاليا إلى التشكيل الخماسي. نهض بالسلامة عبود. 60-49. كرة مع دجلة الجامعة. شين جيبسون إلى جيرارد الدخول. عبود بالأليوب. نقطتين، نعم نقطتين لمصلحة عبد الله حيدر. رائع جدا التفاهم باللقطة الماضية. شاهد على إعادة علاها اللاعب جيرارد تيرن جونيور. حاول انه المان ديوب انه يمنح النقطتين بالفينجر تيب، لكن الكرة فنشت بطريقة صحيحة. نقطتين لدجلة الجامعة. 2-0 ران بعد التايم اوت. اكيد الغضب واضح من نضال غانم. عبد الله حيدر لغاية الآن ارتكب 3 أخطاء. اقتربنا من انتصاف الفترة الرابعة، فترة الحسم. 60-51. أيضا نشاهد تواجد لجاسم محمد الملقب بجيسي، تواجد بالتشكيل الخماسي بالنسبة لفريق دجلة الجامعة. أنطوان سكوت بالهجوم حامل اللقب. هل هناك زيادة بالفارق في هذه الهجمة؟ إيهاب حسن أكيد بالهاند اوف. تهدئة الأوضاع. هاند اوف من جديد. سكوت آخر الثواني من الداون تاون على مؤيد التصويب. ضاعت الكرة. شاهد الريباوند عنده الفقار يحصل على الخطأ. ستين 51 النتيجة. مباراة صعبة جدا، صعب التكهن بالنتيجة. 5 دقائق متبقية. أنطوان سكوت التصويب على 3 بوينت، ما عنده أي مشكلة هذا اللاعب بالتخصص. أيضا أرقام جيدة من المسافة البعيدة. الوصول للنقطة رقم 14 في رصيد الشخصي، منها ثلاثيتين حلوة لأنطوان سكوت اللي أتى إلى الدفاع الجوي في سلسلة السيمي فاينل. كرة لشين جيبسون، أسست أي كلام بدون أي تركيز. تيرن اوفر على اللاعب شين جيبسون، وسط فرحة من جماهير الدفاع الجوي. نضال غانم إدارة جيدة للقاء إلى غاية الآن. حلوة للكوش نضال غانم. هذه التصويبة الماضية لأنطوان سكوت ديلون تجي حاضر أكيد، والفرحة من نضال غانم. رامون جالوي يعود. رامون أيضا خطير جدا هذا اللاعب. كرة بالإنسايد. إيهاب إلى ذو الفقار يحاول ستيب سايد أواي. بعد حاول بيها اللاعب ذو الفقار، تتحول من الداون تاون. التصويب ضاعت من جديد. أين الريباوند؟ عبود يقاتل. شاهد ماذا يحدث. الصافرة حاضرة. اوفنسيف فاول، خطأ هجومي بارتكاب من عبد الله حيدر. بالخبرة يكسب هذا الخطأ على مؤيد. شاهد
التحام الجسدي حاضر، والخطأ الهجومي على عبد الله حيدر اللي وصل إلى الخطأ رقم 4. مخالفة هو الوحيد ويودع من هذا اللقاء. هل غادر عبد الله حيدر؟ على العموم كرة من الحد النهائي. إيهاب حسن الزهيري، الدخول درايف على الباسكت، ضاعت على إيهاب حسن. حاول بالإيد اليسار، كرة تتحول، هذا الكينج جورج، التصويب قصيرة لم تكتمل. إيهاب يقاتل، أين التفوق؟ سكوت درايف يحاول بالإيد اليسار، أين الريباوند؟ شين جيبسون ممكن عودة دزلة في هذه الهجمة. جيسي نقل الكرات، جورج كينج للكورنر، قصيرة ضاعت على اللاعب جورج كينج. 63-51. رامون جالوي الأنشط على مستوى الهجوم. علي مؤيد إسماعيل 3 بوينت قصيرة، ضاعت. شهادة تكملة، ذو الفقار فاضل، حلو التمركز يا ذو الفقار، وغضب من كرار بيكو على اللقطة الأخيرة. أين الدفاع؟ أين الهيلب؟ شاهد اللقطة الماضية، أوبن شات بأريحية من علي مؤيد، التقاط الريباوند الهجومي. ذو الفقار فاضل بدون أي متابعة هجومية، لا وجود للاعب سنتر أسفل السلة. تنتهي الكرة بتسجيل نقطتين رائعة جدا. هذا هو ذو الفقار، أداء خيالي في المباراة الماضية، أيضا اليوم يعطي البصمة أكثر وأكثر لمصلحة الدفاع الجوي. لاعب الذي يمتاز بأداء دفاعي، لكن الشاهد أيضا هجوميا يظهر حتى على مستوى بطولة فيفا وصل، بطولة غرب آسيا للأندية. شاهدنا أمام الحكمة، أمام طبيعة طهران الإيراني واتحاد عمان الأردني. بالمجمل الدفاع الجوي كان فريق جيد. إذا تايم اوت حاضر في هذه اللحظات، مهمة صعبة جدا في هذا النهائي. كما انتهت النتيجة على ما نراها الآن، الدفاع الجوي سيصل إلى الفوز الثاني، لكن السلسلة لم تحسم إلى غاية الآن. أفضل المسجلين في هذا اللقاء إلماني ديوب 16 بوينت بالنسبة للاعب فريق الدفاع الجوي. أيضا أنطوان سكوت 13 نقطة، علي مؤيد 10 نقاط. وبالمجمل العام على مستوى الريباوند أيضا إلماني ديوب 15 نقطة، أرقام جيدة لهذا المحترف. عودة من جديد بعد انقضاء زمن التايم اوت. ماذا سيحدث يا شين؟ المهمة صعبة جدا. كرة لزياد خلف، تواجد التشكيل الخماسي، زياد نقل الكرات، جاسم جيسي إلى الكينج جورج، الدخول بالفلوتر، ضاعت الكرة. إيهاب تنظيف المناطق الدفاعية، تهدئة الأوضاع، إعطاء الكرة إلى اللاعب صانع الألعاب، ومن ثم التفكير الهجومي على الدفاع الجوي. الآن استنزاف زمن الهجمة، وهذا ما سيفعله رامون جالوي في هذه اللحظات. رامون أب أند أندر، ضاعت الكرة بالريفيرس. ماذا سيحدث؟ رامون ثاني الفرص، أنطوان سكوت، أنطوان ممكن نايس فيك، محاولات أن يربح الخطأ، لكن شاهد التفوق والفاست بريك. كرة وصافرة، صافرة حاضرة في هذه اللحظات. هل هو الخطأ لمصلحة جورج كينج؟ وضعية غير طبيعية لجورج كينج في هذه السلسلة. ما تشاهد هذا اللاعب يلعب هناك في البطولة الأفريقية للأندية مع الاتحاد السكندري، تشاهد لاعب آخر. عندما تشاهده مع الرياض اللبناني تشاهد أداء ولاعب آخر. اللاعب تكلم أكيد عن هذا الموضوع، أنه يعاني من الأرضية خوفا من الإصابة، يعاني من الأجواء الحارة. أنت تتحدث عن لاعب جورج كينج، القيمة السوقية تقريبا $50,000. نعود لأجواء هذا اللقاء. بيكو بالإنسايد، جيرارد ضاع الكرة بغرابة شديدة. محاولات جاسم جيسي، أيضا ضياع في ثاني الفرص، ضياع
غريب للكرات الأخيرة من فريق دجلة جامعة. دقيقتين 5 ثواني، ماذا سيحدث؟ أنطوان سكوت يحاول بالوان اون وان. سكوت، أنطوان، ذو الفقار، جالوي، ممكن علي مؤيد على 3 بوينت. ضاعت الكرة، تتحول لدجلة جامعة بطل كأس العراق، التواجد الأول في الفاينل بالنسبة للدوري العراقي منذ الانطلاقة عام 1980. ماذا سيحدث يا بيكو؟ أين الثقة يا بيكو؟ أين التسجيل؟ أين الإحساس بالمكان يا كرار؟ ضياع للكرة على مستوى الثري بوينت، ورامون جالوي يتفنن بالعبور. جالوي، هذا رامون، هذا مجنس منتخبنا الوطني. رامون صافرة حاضرة. هناك شد بالقميص في اللقطة الماضية، ممكن أن يطلب التشالنج. هل هناك خطأ متعمد؟ عودة ميدو إلى تشكيل الخماسي. هذه اللقطة الماضية، صعوبة الدفاع على اللاعب رامون جالوي. تصفيق أكيد حاضر من نضال غانم، متفوق إلى غاية الآن. ذو الفقار ملك الثري بوينت ضاعت على هذا اللاعب، لكن ثاني الفرص. القتال حتى على الريباوند الهجومي من لاعبي فريق الدفاع الجوي. كرة لرامون، ذو الفقار ممكن نايس فيك، الدخول آخر الثواني. علي مؤيد على 3 بوينت لم تكتمل. بيكو بالالتقاط الدفاعي بيهايند ذا باك والعبور، نايس فيك، يحصل على الخطأ. يحاول كرار بيكو العبور بالمهارة في اللقطة الماضية، لكن هناك خطأ على اللاعب ذو الفقار فاضل. بيكو من جديد، محاولات كرار، ثاني الفرص الهجومية، تيرنوفر من جديد، فقدان الكرة، انتقال الحيازة لمصلحة فريق الدفاع الجوي. راح نشاهد هناك دفاع ضاغط إلى الأمام من فريق دجلة جامعة من أجل ربح الكرة، لكن ممكن أن يكون هناك تايم اوت. حديث المدرب بالنسبة لهذه الجزئيات مع اللاعبين، يحتاج تايم اوت أكيد. هذا هو إلماني ديوب، أكيد إعطاء الأفضلية للدفاع الجوي في هذه السلسلة. عودة الحكام من جديد إلى تقنية الIRS على من كانت اللمسة الأخيرة. هذه هي الكرة المشتركة ما بين بيكو وعلي مؤيد وبقية اللاعبين. أين كانت اللمسة الأخيرة؟ ماذا ستقول يا أحمد علي؟ ما هو قرارك؟ بانتظار عودة الحكام من تقنية الIRS. إذن ما هو القرار؟ إشارة حاضرة من الحكم الدولي أحمد علي الشويلي. أفضل المسجلين حاليا إلمان ديوب الذي ذهب إلى دكة البدلاء، الأفضل على مستوى السكور، على مستوى الريباوند. آخر الثواني، هل ستنتهي المباراة بالفير بلاي على الطريقة الأمريكية؟ شاهد توقف اللاعبين، تبادل التحايا. هل اقتنع دجلة الجامعة بهذه النتيجة؟ نعم. آخر الثواني من عمر وأحداث هذا اللقاء، ثالث مباريات سلسلة الفاينل. فوز من مصلحة دجلة الجامعة، وعفوا الدفاع الجوي مستوى وأداء مقنع في هذا اللقاء اليوم. تفوق على نظيره دجلة الجامعة 65-51. إذن الصافرة تأتي حاليا انتهاء هذا اللقاء. الدفاع الجوي يحسم المباراة الثالثة في هذه السلسلة، لكن أكيد سنحتكم إلى مباريات أخرى من أجل الخروج بفائز واحد سيتوج بلقب الدوري العراقي. إذن أحبة المتابعين والمشاهدين، 65-51، ألف مبروك للدفاع الجوي هذا الفوز. هارد لك لدجلة الجامعة.
إذن وصلت معكم إلى نهاية التعليق على أحداث هذه المباراة. تقبلوا تحياتي، أنا معلق اللقاء رضوان فيصل فتاوي، إلى أن ألتقيكم إن شاء الله في مناسبات أخرى. إلى اللقاء.